الزمالك بيكسب بيراميدز 1-0 في الدوري المصري، وعلى رأي المثل قلتوشها يا ابني وزي ما تيجي تيجي، وفعلا الراجل لطشها وخبطت في الناس لحد ما دخلت. احب احيي بصراحة جدو فيريرا على ان هو ماشي على مبدأه، ما بيغيرش النهج بتاعه يا جماعة. هو الراجل بيقول لك انت عايز تكسب، انا هكسب بس ما تسألنيش في اللعب. ازاي يا عم تقول لي ما هو بيكسب؟ هقول لك هو بيكسب الراجل، هو الراجل جايب لك مكسب، يعني هيبقى مكسب ولا بحلقة؟ لا يا باشا، مكسب. يعني أنت عايز الراجل يلعب ويخسر؟ لأ، الراجل يا باشا ما بيلعبش كورة حرفيًا. أيوه زي ما باقول لك الراجل ما بيلعبش كورة، الراجل نازل هو عارف هو عايز إيه من الماتش. أنا زي ما قُلت لك قبل كده الراجل بيعتمد على سرعات زيزو، إن الراجل بيخلّص، على إمام عاشور، على نيمار إن هو يلم له واحد والتاني والتالت ويحط واحدة، أو إمام عاشور يلطش واحدة، زي ما شُفنا النهارده واحدة جات في العارضة في أول الماتش، وبعد كده مصطفى شلبي لطش واحدة جات منها جون. أدي الزمالك الفترة ديّة مع جدو فيريرا، لكن أداء بلح، لعب بلح، حرفيًا. هتقول يا عم ما اسمع مني بس ما تردش، أنا سامعك، أنا سامعك. يا باشا صَلّ على النبي. أنت عارف يعني إيه لمّا يكون عندك الاستحواذ 60% و40% للزمالك، 60% لبيراميدز؟ طيب سيبك من دي يا سيدي، هتقول الكرة رايحة جاية، يا عم ومش مقتنع بالاستحواذ. أنت عارف يعني إيه لمّا يكون رجل المباراة محمد عواد؟ ليه؟ لإن من كتر الكور اللي الراجل شالها، الراجل ما شاء الله بقى من فوق ومن تحت، ومصطفى فتحي عمّال يشوط، وعلي جبر والدنيا ورمضان عمّال مش ملاحق، دِب دِش دِب دِش. فين بقى الزمالك هنا؟ كلّها كانت واقفة قدّام محمد عواد. فين بقى عم فيريرا؟ عم فيريرا كان معتمد على سرعة زيزو وعلى الناحية التانية نيمار لو خد له واحدة وراح، أو إمام عاشور ويروح، أو مصطفى شلبي ومات الكلام. طب الناس دي ما عرفتش تروح، يبقى خلاص اقفوا يا رجالة لحد ما تيجي لكم واحدة، وربنا يكرم كده بواحدة تلطشوها تاني وخلاص. أو الشوط التاني بيروح منزل الناشئين بتوعه يقلبوا له الماتش ويكسب ومات الكلام. أحب أحييك على يا جدو فيريرا إن أنت ماشي على نفس النهج ما بتغيروش، نفس المبدأ. واحب اقول ان احنا طبعا كلنا كجمهور كاهلاويه وزملكاويه احنا واخدين بالنا قوي، وان ما حدش يعني يعمل بقى ان هو مش واخد باله ان الراجل بيكسب والقصه ديت. لا، هو بيكسب بس ما فيش اداء، ما فيش لعب. طبعا في بعض من الجمهور اهم حاجه عنده المكسب، مش مشكله، انما معظم الجمهور الاغلبيه بيبقى عايز يكسب وعايز يشوف كوره، لان انا قاعد عشان استمتع مش قاعد عشان اكسب بس. انت ما بتلعبش نهائي او بتلعب في كاس العالم. ما علينا مش مشكلة، لإن في ناس كتير مش هيعجبها الكلام ده، هيقول لك أنت عايز إيه، مكسب والّا بحلقة؟ لا يا عم اكسبوا ما فيش مشكلة، أهم حاجة إن أنتم إيه، تبقوا في المركز بتاعكم التاني. طبعًا يعني كان نفسي أبقى معاكم أكتر من كده، وزي ما قُلت مرّة و2 و3، أنا من رأيي الشخصي هم أحسن 3 لعيبة أنا باشوفهم في كل ماتش في الزمالك، ومن الأحسن لأحسن: رقم 1 زيزو، رقم 2 إمام عاشور، رقم 3 نيمار. الباقي كله اقلب عليه وكسر، واللي هو العادي مصطفى شلبي أنا شايفه الصفقة مش اللي هي السوبر، الصفقة العادية. السيسي هو اللي صفقة شايفها حلوة أوي، وهي اللي فعلًا نفعت الزمالك الفترة ديّة، وأحسن من زكريا الوردي. لكن غير كده بلح. سامسون 2 كيلو بلح، مش كيلو بلح واحد بس. طبعًا أنا عايز أتكلم كمان على آخر لقطة. طبعًا أنا باحيي طبعًا كابتن شيكابالا الأسطورة، إن هو لازم يعمل اللقطة أو ياخد اللقطة. يا سبحان الله، هو ما لعبش ولا عمل أي حاجة. يعني أنا مش فاهم، أنا كنت بس ماسك الموبايل لقيت فيه كده خناقة دارت، ما شُفتهاش بصراحة. ما علينا، قُلت مش مشكلة لمّا لقيته واقف بيحجّز ما بين الناس، ما علينا. إنما الفكرة بقى الأخرانية إن لقيته واخد اللعيبة وراح يجري على الجمهور. ليه؟ طبعًا لإن طبعًا لازم ياخد اللقطة يا جماعة. ما إحنا فاهمين بقى، لازم يبقى في لقطة، لازم ياخد واحدة كده، ما ينفعش الماتش يعدّي من غير ما يبقى في حاجة ياخدها. أكنه مثلًا كسب إيه، أكنه كسب الدوري في الماتش ده، أكنه كسب الكاس، مع احترامي طبعًا لفرقة بيراميدز، بس ما علينا، أهو كسب. مبروك طبعًا لنادي الزمالك، مبروك لجمهور الزمالك، وhard luck لبيراميدز. أشوفكم دايمًا على خير. سلام.